صباح الفل أو مساء الفل حسب الوقت اللي بتتفرجوا فيه. أهلا بيكم في فيديو جديد من بوب دوتس. النهاردة هقول لكم ازاي عملت الانترو دي. الفيديو هيكون سريع وهشرح لكم التفاصيل باختصار. يلا بينا. في الأول هنبدأ بالسيت اب للديزاين نفسه. أنا فتحت ارت بورد مقاسها 5916 في 2169 واتأكدت إنها بالسيتنجز دي، وحطيت صورة الباك جراوند دي وأخدت منها نسخة وعملت لها لاير ماسك وابتديت أمسح الأجزاء اللي من الأطراف. وبعدها عملت لاير جديدة وجبت الكلون تول وابتديت اخد نسخ من الأجزاء دي، وبعدها عملت لهم ميرج واستخدمت adjustment layer hue and saturation علشان اخلي لون الباك جراوند اسود. وابتديت احط فريمات الصور وحطيت فوق كل فريم شيب علشان احط جواه الصور. وبعدين حطيت السكتش بورد ودويت الحبر وضفت ليها لوجو الفوتوشوب وعملت له رابينج. وغيرت لونه للون اللي في اللوجو الأصلي وعملت بلند اف. وبعدين غيرت البلند مود لمالتي بلاي وعملت له جاوشن بلور بسيط. وبعدين ضفت صورة البرش وبعد ما قصيتها عملت لها لاير ماسك ومسحت الأطراف اللي بره الدواية. وبعدين ابتديت أضيف adjustment layers levels للدواية والبرش واستخدمت adjustment layer exposure وقللت فيها الإكسبوجر علشان أبدأ أعمل shadows. وبعدين عملت layer جديدة واستخدمت البين تول ورسمت شكل الحبر ده. وبعدين عملت له fill باللون السيان وغيرت البلند مود بتاعه لمالتيبلاي وعملت له effect bevel and emboss. وبعدين ابتديت اخد من الدواية والبرش نسخ ووزعتها بمقاسات مختلفة في أماكن مختلفة.
ورحت عند السكتش بورد وابتديت اضيف لها adjustment layers curves و levels، وبعدها استخدمت adjustment layer exposure وقللت فيها الاكسبوجر وابتديت ارسم الشادوز تحت الدوايات. وبعدها عملت السكتش بورد adjustment layer قللت فيها الاكسبوجر وابتديت اوزع الشادوز حوالين اطرافها، وعملت لللاير blend F، وبعدين كتبت تكست digital smudging واللي هو عنوان السلسلة، وبعدين ابتديت اعمل نسخ من الصور اللي في الفريمات وحطها تحت بعضيها على السكتش بورد. وبعدين ضفت اللمبات دي، وبعدين عملت لاير جديدة واستخدمت فيها اللون الأورنج وابتديت أوزع اللون وخليت البلند مود لللاير دي color، وبعدها عملت لاير جديدة واستخدمت فيها نفس اللون بس خليت البراش صغيرة وكبرتها بالتدريج، وبعدها خليت البلند مود لللاير screen وابتديت أوزع اللمبات. وبعدين أخدت كوبيز من اللايرز بتاعت الإضاءة اللي عملتها وعدلت فيها علشان تناسب بقية اللمبات. وبعدين أخدت كل اللايرز دي ما عدا اللايرز اللي عملتها للصور اللي فوق خالص، وقدام هعرفكم ليه ما دمجتهاش معاهم. جمعتهم في سمارت اوبجكت واحدة وأخدت منها نسخة وطبقت عليها افكت الاويل بينت وكاميرا رو فلتر، وبعدها قللت الفيل للكوبي اللي أخدتها وابتديت أعمل color grading. استخدمت adjustment layers color lookup و selective color، وبعدها ضفت adjustment layer gradient اسود transparent. ودلوقتي هنبدأ نعمل شغل الموشن. فتحت فايل الفوتوشوب اللي عملته وابتديت امسح شوية layers مش هحتاجها وانا بعمل الموشن زي layers الcolor grading، وبعد كده جيت عند الصور اللي فوق السكتش بورد وغيرت اماكن الانكور بوينت بتاعتهم وخليتها فوق كل صورة منهم، وبعدها حولت كل اللايرز ل 3D وسطبت الكاميرا وابتديت اشوف الاوبشنز بتاعتها واظبطها، بس في الحقيقة انا غيرت السيتنجز بتاعتها اكتر من مرة لحد ما قدرت اطلع بالنتيجة اللي انا محتاجها. وبعد كده ابتديت اضيف الكي فريمز واعمل لها ايزنج، وبعدين جيت عند الافكتس وعملت سيرش على افكت اسمه CC Page Turn وطبقته على كل الصور اللي غيرت فيها مكان الانكور بوينت. وكل اللي احتاجت اضيف له كي فريمز في الافكت ده هو حاجة اسمها Fold Position، وده ليه انكور بوينت وده ليه انكور بوينت. ابتديت امسكها واعمل كي فريم عند المكان اللي عايز الحركة تبدأ منه يكون من تحت، وبعدين عملت كي فريم تاني وحركت الانكور بوينت لفوق الصورة وعملت ايزنج للكي فريمز، وبعدين ابتديت اغير في لون ظهر الورقة. وابتديت اعمل بري ريندر علشان اشوف حركة الكاميرا، بس لقيتها مش جايبة الديزاين في السنتر، فعدلت على الكي فريمز بتاعت البوزيشن في الكاميرا.
وبعد ما اتأكدت اني وصلت للحركة اللي عايزها بالظبط، رجعت عدلت تاني في الألوان اللي في ظهر الصورة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بس قبل ما ننهي حابب اقول لكم اني هعمل فوتنج دايما على الشانل قبل ما ابدأ اي ديزاين في السلسلة دي، والصورة اللي هتكسب في الفوتنج هي اللي هتتشرح في التوتوريال اللي هيتقدم. اشوفكم في اول فيديو من سلسلتنا الجديدة. باي باي.